السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اسباسوميا. اليوم ان شاء الله في ضمن الفيديوهات ديال الاستعدادات والتحضيرات لشهر رمضان ان شاء الله غادي نشوفوا بريوات وبسيطلات صغار ديال الحوت. فهنايا انا عندي الكروفيت، الكميه والنوع ديال الحوت على حسب شنو عندكم، شنو متوفر وشنو كتبغيو. انا دايره هنايا الكروفيت مقطعاه على جوج. هنا عندي الكالامار مقطع، والحوت ديال القرب تا هو مقطع طريفات صغار. هادو غادي نشحروهم بلاصوص، غادي نزيدو معاهم من بعد شويه ديال الزيتون الخضر هنايا مقطع صغير. والفيرميسيل انا من بعد منين غادي نشحر الحوت وهذا غادي نكب عليها الماء طايب، نديرها في الماء طايب بين ما طلقات، غنصفيها مقطعه صغيره نزيدها مع هاد الحشوه. فلاصوص اللي غنحتاجو باش نشحرو الحوت، غادي نحتاجو هنايا التوابل. عندي الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، عندي قزبور يابس، وعندي الحار، وشويه ديال راس الحانوت. هنا عندي الربيع مقطع، والمركز ديال الطماطم، شويه ديال الصوجه، الزيت هنايا عاديه، اللي بغى زيت الزيتون غيدير، انا دايره عاديه. وهذا الحامض مصير مقطع صغير. اذا غادي نخلط انايا. نسيت حاجه وحده، نسيت ورقه سيدنا موسى. اذا نسيت الورقه ديال سيدنا موسى ما حطيتهاش. غادي نطحنوها حتى هي مع لاصوص، نطحنها في الميكسور، نخلطها كلها ونعاودو نتلاقاو. انا هنايا خلطت دابا لاصوص ديالي كلها، وغادي نبدا نشحر في الحوت. هنا عندي لي كروفيت القمران غادي نديرو، غادي نزيد عليه شويه من هاد لاصوص. غادي نخليه يتشحر. الكروفيت ديالي دابا تشحر، غادي نحيدو في نفس المقله. غادي ندير القرب، الحوت الاخر. دابا حيدت الكروفيت، غادي ندير القرب في نفس المقله، ونفس الشيء غادي نزيد عليها 2 ولا 3 المعالق ديال لاصوص. نحاول الحوت ما نحركوش بزاف هذا، غير شويه هكا باش ما يتفرتتش لينا. الحوت ديالي دابا تشحر، هذا القرب غادي نحيدو حتى هو وندير الكالامار. دابا غادي ندير الكالامار حتى هو يتشحر. خلي واحد شويه هنا باش نشحر فيه الفيرميسيل اللي باقي عاد غنزيد. الكالامار ديالي هذا صافي تشحر، غادي نحيدو نزيدو على الحوت الاخر. والفيرميسيل درت عليها الماء طايب، غادي غير طلق تفزك ونقطعها باش نخلطها مع الحوت. الفيرميسيل ديالي راه قطعتها صغيره، غنزيد عليها الزيتون، نزيد فيها ديك شويه ديال البصمه، لاصوص، وغنخليها تشحر.
دابا صافي شحرت الفيرميسيل ديالي مع الزيتون، غنزيدها مع الحوت. ملي تخلطوا هادشي راه الواحد تيذوق تيشوف الا خاص الحار خاص شي حاجه في الاقامه غادي يزيدها. دابا غنخلط هادشي وندوزو نشوفوا الورقه. اللي بغا يزيد هنايا الفرماج يقدر يزيدو فرماج حمر، ولا اللي بغا يزيد حتى الشامبينيون بحال انا هاد المره غنديرو غير بالحوت، حتى يعني الشامبينيون نديرو مع حاجه واحده اخرى. دابا غادي نبداو نطويو البريوات ديالنا. غنديرو الشكل الاول على شكل السيجار. هنا الورقه عندي كبيره قطعتها على جوج، نتوما تشوفوا هنا النص. عندي هنا الزبده مذوبه باش غندهن، شويه ديال العماره والطحين باش غنسد البريوات. الورقه ديما هذه اللي كنخدم بها، انا تنحيد الورقه اللي غندير والاخرى تنردها ديما في البلاستيكه باش ما تنشفش. غندير شويه ديال ندهنها بالزبده. شويه ديال العماره كنطويها بالجنب، نطوي عليه الجنب الاخر. كنطوي هنا ونزير هادي شويه باش تجمع لي البريوه. انا غندير فيه شويه ديال الطحين وغنديرهم في البلاستيك عاوتاني باش ما يكرموش. نحطهم هنايا كنعمر كونتيتي وندخلها للثلاجه، حيت قبل ما نجمعهم في الاخر خصهم يكونوا ديجا باردين في الثلاجه باش ما يسقوش لينا. دابا غنديروا هاد البريوات مثلثين. نص ديال الورقه ندير ليه الزبده ونطوي عليه هاد الجهه. هنا القنت، وهنا منين بغيت نطوي كنزير. نزير باش يبقى عندي البريوات عندهم القنات، عندهم ملامح. ماشي بحال بريوات ماما بقاو تشوفي فيا. هنا غادي ندير الطحين. الطحين تندخلهم في هنايا في هاد الجهه هادي باش ما يبقاش باينين. نخشيهم هنايا شويه ديال الطحين عاوتاني هنا في الجناب. وغادي نجمعوهم حتى هما. غادي نديرهم في بلاستيكه. دائما داكشي اللي تصاوبوا ديروه في بلاستيكه يتحط في الثلاجه يبرد. بين ما كملتو ملي تبغيو تجمعوهم تيكونوا ناشفين. نديرو هذه شكل بسطيله. غندهنوا هاد النص ديال الورقه غادي نطويه
اللي هنا. هنا عندي ورقة كاملة ديال البسطيلة كبيرة. ناخذ الليمون ندير فيه هاد الورقة بشويه، نهبطها الوسط بلا ما تقطع. قطعتها باش ما تكونش مكمشه عاوتاني الداخل بزاف. غندير وسط منها هذا النص اللي طويت اللي دهنته باش ما تقطعش لنا الورقه من تحت. غادي نعمرها. غادي نبدا نرد عليها هاد الورقه الكبيره دابا بالجناب بشويه بشويه. هنا تندير زبده وهاد الجهه هادي غندير الطحين. هادو اللي شايطين هنا وغادي نحيدهم. نضغط على شويه الا كانت منفوخه وها البسطيله ديالي مصوبه. البريوات ديالي كملتهم. اللي تتشوفوا هنايا هادو السيجار وهادو البسيطلات الصغار فرديين وهادو اللي على شكل مثلث.
اذا دابا انايا كما قلت لكم قبيله ملي تنطويهم تنديرهم مباشره في بلاستيكات وتنحطهم، تنبقى محدي انا تنصاوب وهما في البلاستيكه في الثلاجه باش تيبردوا تينشفوا. شفتوا هنايا هادو راه ما قاصحين دابا وناشفين. ملي غادي نجمعهم انا كنجمعهم في البابي الومنيوم وعاد تنديرهم في بلاستيك غذائي ولا بواطات وتنديرهم في المجمد. اللي ما بغاش بابي الومنيوم غادي يخزنهم بالطريقه اللي تيبغي. المهم هاد الطريقه الا نشفتوهم ديجا في الثلاجه وعاد تتجمعوهم تيبقاو ما تيلصقوا، ما غيتحلوا لكم ما والو، غيبقاو مزيانين. اذا دابا انا غادي نجمعهم في البابي. دابا انا غناخد القياس اللي بغيت ديال البريوات، كل واحد غادي يدير القياس اللي غيجبدوه في مره غيطيبوا. انا غندير مثلا هنايا 6 في البابي الومنيوم. فاش نديرهم انا في بابي الومنيوم ما تيدخل لهم لا ما لا والو، تيبقاو مزيانين. واللي ما تيبغيش البابي الومنيوم غادي يخزنهم بطريقته هو. اذا غادي نجمعهم كلهم بحال هكا ونديرهم في ميكات بلاستيك غذائي ونحطوهم في المجمد وتاكلوهم بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.